السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم صينية بسبوسة كده، حكاية داخلين على رمضان، ورمضان كده داخل بحلوياته وحاجاته الجميلة. كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم صينية البسبوسة اللي ما نقدرش نستغنى عنها في رمضان. صينية بسبوسة مرملة وطرية وحلوة جدا، يعني في نفس الوقت طرية وفي نفس الوقت القطعة ماسكة نفسها كده. هقولك كل التكات والمقادير بتاعت البسبوسة معانا. اول حاجه معانا كده نص كيلو من السميد، ويكون سميد كويس. دي مش اكياس، دي بسبوسه سايبه بتجيبيها من عند عطار، بس يكون نوع السميد كويس. ومعانا البيكنج باودر، ومعانا عسل الجلوكوز. ممكن تستخدمي مكانه السيرب التقيل او الشربات التقيل او عسل النحل. ومعانا كوبايه من السمنه البلدي، وكوبايه لبن كامل الدسم، وكوبايه سكر. وممكن تستخدمي جوز هند، بس انا ما كانش متوفر عندي فما حطيتهوش. اول حاجه كده هنزل بكوبايه اللبن بتاعتي كامل الدسم، وننزل بمعلقه ونص كده من العسل الجلوكوز كده. هدفي اللبن بتاعي كده على النار بمعلقتين العسل الجلوكوز اللي انا حطيتهم، وهسيبهم كده يدفوا والعسل الجلوكوز بتاعي يفك ويسيح معايا. بعد كده هدخل على البسبوسه، هحط عليها ربع معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره ما نكترش. احنا عايزين القطعه تبقى زي بتاعه المحلات بالظبط. ومعانا كوباية من السكر الأبيض، يعني لكل نص كيلو من السميد أو سميد البسبوسة عليه كوباية سكر، اللي هي من الكوبايات المية العادية بتاعتنا خالص. وهحط عليها ربع معلقة بيكنج باودر، ولو متوفر عندي جوز هند نحط نص كوباية جوز هند ناعم. ومعايا ربع كوباية من السمنة السايحة، وتكون باردة ما تكونش سخنة عشان ما تنشفش البسبوسة بتاعتي. ما نحطش على البسبوسة اي حاجة سخنة خالص. وهنبس في المرحلة دي، هنبس البسبوسة بتاعتي كويس جدا. هنخلي حبيبات البسبوسة كلها تتغلف بالسمنة بتاعتي، يبقى نص كيلو بتاعي كله متغلف بالسمنة بتاعتي. وكل ما كانت السمنة بتاعتي او المادة الدهنية بتاعتي كويسة، كل ما ادتنا طعم حلو قوي للبسبوسة. طبعا مفيش احلى في السمنه البلدي في البسبوسه. ومعانا ربع معلقه من العسل النحل، بيخلي البسبوسه بتاعتي كده مرمله يعني وماسكه في بعضها كده وحلوه وطعمها حلو. انا حطيتها يعني اختياري، لو مش متوفر عندك عسل ابيض ما تحطيش. طبعا انا شلت كده اللبن من على النار، دفيته كده، وعسل الجلوكوز بتاعي فك معايا. هسيبه دقيقتين كده يرتاح، وبعدين هنزل على البسبوسة بتاعتي باللبن بتاعي بعسل الجلوكوز، وهقلب في المرحلة دي. ما اقلبش كتير عشان ما اعملش عرق للبسبوسة واخليها تنشف مني. مهما اعمل فيها مش هتشرب الشربات، ومش هتبقى ناشفة، ومش هتبقى بسبوسة اصلا، هتبقى جامدة جدا. فناخد بالنا في المرحلة دي ما نقلبش كتير، تقلبتين من فوق لتحت كده وخلاص يعني. بس لكل نص كيلو من البسبوسة كوباية المية العادية بتاعتنا نعاير بيها. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وبدهن الصينيه بتاعتي كويس جدا بالسمنه او بالطحينه عادي اللي متوفر عندك. وندخلها في الفرن الاوسط لمده نص ساعه، يعني ندخلها في الفرن الاوسط لمده نص ساعه. اول ما تحمر من تحت كده وتستوي، نشغل عليها الشوايه على طول. التسويه بتاعت البسبوسه لازم تكون مظبوطه منك كويس جدا. ما نروحش نحط البسبوسه على طول على النار كده، البسبوسه هتنشف منك وهتاخد لون على طول، ومش هتكون مستويه، هتكون عجين من جوه. فناخد بالنا، الحاجات دي بتفرق جدا في البسبوسه. من نشفان البسبوسه تحطي السمنه سخنه واللبن بيكون سخن، ده اللي بيبوظ البسبوسه بتاعتي. بعد كده ندخل على السيرب او الشربات بتاعي. معايا كوبايتين من السكر لكل نص كيلو من السميد. كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين ونص من الميه، يعني نص كيلو سميد بتاعي بياخد كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين ونص من الميه. واول هنحطهم على النار، واول ما يغلي هنعصر عليهم ليمونه، واول ما يطلعوا نحط عليهم الفانيليا زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه من السمنه. بتخلي السيرب في حتة تانية خالص، وطعم البسبوسة كده مرمل وغني بالسمنة، وبتبقى بسبوسة ما شاء الله، بيبقى طعمها حلو جدا. لو مشيتوا على المقادير دي بالظبط ونفس اللي انا عملته، هتاخدوا بسبوسة طرية ومرملة وطعمها حلو جدا. وزي ما انتم شايفين
بتشرب السيرب بتاعها من نجاح البسبوسه، ان البسبوسه اول ما تحطي عليها السيرب بتاعها تشربه على طول، يبقى كده هتاخدي بسبوسه ناجحه وبسبوسه طريه ومرمله وحلوه. البسبوسه بتاعتي شربت الشربات خالص، وبعدين قطعتها بعد ربع ساعه كده، يعني ما استبرتش عليها، هقدمها على طول. يعني ممكن تسيبيها وقت اطول، كل ما تسيبيها وقت اطول كل ما كانت البسبوسه تشرب الشربات اكتر ويكون طعمها حلو. زي ما انتم شايفين قطعت لكم قطعه كده من البسبوسه، طعمها حلو جدا ومرمله وطريه ودايبه دوب كده. كل ما تسيبيها وقت اطول كل ما كانت هتبقى افضل. يا رب يكون الفيديو بتاع البسبوسه عجبكم. مفيش احلى من صينيه بسبوسه تعمليها في رمضان كده، حلوه جدا طبعا البسبوسه. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناه واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.